25 سنة من تشجيع نادي الزمالك، 25 سنة من حرقة الدم، 25 سنة من نفس السيناريوهات ما بتتغيرش. مع احترامي بقى للجميع، تشجيع نادي الزمالك وابو خطين عمر ما بقاش يلزمني. نشوف النادي بقى ايه، نشجعه بقى يعني، بلاش حرق الدم ان شاء الله، حتى نشجع بيراميدز. انا تعبت يا عم خلاص بقى، ما فيش منه الكلام ده، ما فيش. احنا نشجع نادي كده ايه، يحترم جمهوره ويقدر جمهوره. يا عم انت صدقت يا عم، يا عم ده نادي الزمالك ده الحتة الشمال اقسم بالله. مبروك للنادي الاهلي، اقسم بالله اداء مشرف ويستحقوا الفوز. والنهارده عملوا ماتش 10 على 10 10 على 10. والنادي الزمالك النهارده ما كانش بيلاعب الاهلي لوحده، نادي الزمالك النهارده كان بيلاعب اتنين، يانيك فيريرا والنادي الاهلي. النادي الزمالك النهارده المدرب بتاعه كان بيدرب النادي الاهلي، ما كانش بيدرب نادي الزمالك. اخويا الغالي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واعمل لي شير وفول ولايك وظبطني بقى، عشان العمليه مش مستحمله، النفسيه تعبانه اقسم بالله، مش هتخسر حاجه. يلا بينا يا عم الحاج. النهارده النادي الاهلي شابوه لعماد النحاس، الراجل النهارده عمل جيم ممتاز، قرا مفاتيح لعب نادي الزمالك، قفل عليها كويس جدا. الراجل النهارده استخدم الاولد سكول، المدرسه القديمه. الراجل بقى في فكر القديم، قال لك مين اخطر لاعب في نادي الزمالك، مين اللي ممكن يعمل لنا قلق ودوشه، مين؟ خوان بيزيرا البرازيل. طب نعمل ايه؟ احنا هنعمل حاجه حلوه قوي، هنميل اللعب كله عنده. هروح ببن شرقي على الجبهه الشمال مع تكمله كوكا، مع وجود تريزيجيه، مع تكمله محمد علي بن رمضان، يبقى 4 رايحين على عمر جابر وعلى الواد البرازيلي، وهو اصلا ما بيعرفش يدافع قوي. فهعمل ضغط على الجبهه دي، منها هتبقى قويه هجوميا وخطيره جدا، ومنها ان هو الواد مش هيزيد. الواد طول الماتش ملوش غير كره واحده، الكره اللي عملها في اول 5 دقائق اللي رقص فيها 3-4 وعملها انفراد لعدي الدباغي، الانفراد اللي هو ضيع. غير كده الواد ما جاش. طب مدرب الزمالك بقى يفكر يشغل دي، قاعد نايم اقسم بالله بارد، ما تحسش ان هو عنده دم خالص، الراجل ما بيفكر. المفروض تعمل انت ايه بقى؟ شغل دي، هات ادم الكايل مكان ناصر ماهر نمره 10، وهات ناصر ماهر ناحيه اليمين منه اقوى دفاعيا شويه، ويعني هيقدر يسد شويه في الحته دي مع عمر جابر، وودي الواد البرازيلي هناك عشان تكركب وتبوظ افكار عماد النحاس اللي هو عاملها. انما لا، ازاي خلينا ماشيين على نفس النمط، هوب يتصاب عدي الدباغ. الراجل المفروض طبيعي وبديهي ينزل مهاجم على نفس الفكر، نفس الطريقه، نفس القوه، نفس السرعه. الراجل بيعرف يتحرك، الراجل بيعرف يلعب الكور العرضيه. لا، ما هو ينزل ناصر منسي. يا عم انت ما بتلعبوش خالص، ودايما بتنزل عمرو ناصر او احمد شريف، اشمعنى قدام النادي الاهلي تقوم لاعبنا ناصر منسي؟ مع احترام ناصر منسي، هو اخره يلعب اخر 10 دقائق ربع ساعه، يمكن تجي له كره يحطها جون، هو مرزق والكلام ده. انما تلعبه من البدايه طبعا ده مستحيل. دي اول حاجه هدت نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد الجون الاول ما عملش هجمه غير الكره اللي في الشوط الثاني بتاعت بنتايج اللي شالها بن شرقي من قدام ناصر ماهر، والكره بتاعت عمرو ناصر اللي جت في القائم ولا في العارضه، ما تفهمش برضك. نادي الزمالك ده نحس، نادي الزمالك ده مبني بمال يتامى، نادي الزمالك ده مبني فلوس حرام. يا جدعان لو حد ده عندكم حقوق اداها له عشان النحس ده يتفك. ما هو مش معقوله كل الترشيحات كانت بتصب في نادي الزمالك. وده اكتر حاجه خوفتني لما طلع طارق يحيى وغالد الغندور ومش عارف مين يقول لك احنا هنكسب. انا بخاف من التصريحات دي، زي ما كان بيطلع في النادي الاهلي برضك احمد بلال ومش عارف مين ويقول لك الزمالك ما يجيش واحسن، برضك كنت ببقى مطمن. انا المره دي كنت قلقان بسبب التصريحات والثقه الزياده دي، ومدرب الزمالك اللي تغييراته غلط، والراجل لحد الدقيقه 75 ولا 74 مش عايز يغير ومضغوط ومفيش فكر. انت النهارده لو هاجمت الاهلي، دفاع الاهلي ضايع، دفاع الاهلي في الشلاحات حرفيا. انت النهارده لما عملت كام هجمه منظمه صح وطلعت بالكره بسرعه، قدرت تعمل النهارده الشوط الاول انفرادين، والكره الثانيه في الشوط الثاني برضك انفراد، والكره اللي في القائم. يعني انت لو بصيت اصلا على الفرص المحققه في الماتش هتلاقي اكتر لنادي الزمالك. الاهلي مستحوذ بيوصل ل 67 و70% بس من غير خطوره. يعني انت لو بصيت هتلاقي صبحي ما جاتلوش كوره تقدر تقول ان صبحي تالق فيها او ظهر، كلها بتبقى كوره عرضيه المدافعين بتطلعها وشويه دربكه والمدافع يشيل، او كوره بين يعني بره خالص مش بين القائمين والعارضه. لا، الزمالك النهارده يستحق الخساره. الزمالك قلناه وقلتها اقسم بالله، فاكرين الفيديو قلت قبل ماتش الجونه احنا كده ولا هنكسب ماتش الجونه بنجازف، وفي الاخر هنروح نخسر من الاهلي، يبقى انا ولا ضمنت ماتش الجونه وفي نفس الوقت خسرت من الاهلي. وبعد ما انا كنت حتى لو كسبت الجونه هيبقى ليا لسه فرق 4 نقط. لا،
الفرق لو الاهلي لعب الماتش اللي ناقص اللي هو كان باي فيه وكسبه، هيبقى هو اللي فارق عن نادي الزمالك دلوقتي. وبيراميدز عنده ماتشين لسه هيلعبهم، لو كسبهم هيبقى اول الدوري. وفي الاخر هنلاقي نادي الزمالك بينافس على الثالث، بينافس على الرابع، ويلعب كونفدراليه تاني. هتلاقي في الاخر بقى بيراميدز والاهلي بينافسوا على المركز الاول، والمصري الثالث، والزمالك بقى في الرابع. ما هو بالمنظر ده، وماتش ماشي على السطر وساب السطر، وكل الماتشات تجيب جون وترجع تدافع. ما عندكش غير ماتش المصري اللي جبت فيه جونين 3، غير كده كل ماتش ترجع تجيب جون وترجع تدافع. يا عم هات الجون الثاني، هات امن النتيجه. الزمالك بيبقى شكله حلو قوي في الملعب، وبسبب افكار المدرب النهارده ما تقدرش تلوم اللعيبه باستثناء حسام عبد المجيد. انت يا عم حسام بتعمل ايه يا عم؟ انت مصمم انت ومحمد اسماعيل النهارده تلبسونا جون. حسام عبد المجيد باع نفسه، يعني لو مدافع لسه في الناشئين مش هيبيع نفسه كده. اكيد هتبقى متوقع ان اللاعب هيهوشك ويقط ويرجع لورا بالبلدي كده. يبقى انت عامل حسابك برضك ما تسيبوش يعمل عرضيه، وفي نفس الوقت عامل حسابك ان هو لو قط تبقى انت مركز معاه، ما تقومش مفروش كده. دي انت تاجر مفروشات قد الدنيا يا جدع. محمد اسماعيل راح لحسين الشحات متاخر، المفروض محمد اسماعيل بسرعه كان قرا اللعبه ان الكره تلعب لتحت، فانا هروح على اقرب لاعب جاي عشان اقطع منه الكره. لا، راح متاخر. وبنتايج النهارده مصمم يلبسنا ضربه جزاء، مصمم في ماتشات الاهلي بنتايج يبقى غشيم، مش عارف ليه. الكره الاولانيه عدت على خير الحمد لله، قال لك جت في صدره ولا في تحت باطه ما تفهمش، تمام. لا، مصمم برضك بكل غشامه رايح يشوط لاعب النادي الاهلي. مفيش يعني لعيبه تحس ان هي شاربه جاتوره. وناصر ماهر اللي بيتدلع، ناصر ماهر اللي تحس ان هو مش فارقه معاه، ناصر ماهر اللي هو مش فارق معاه الزمالك يكسب ولا يخسر، هو عايز يلعب بالشغل نفسه وخلاص. وكله حكوم بقى وتغيير في حسين الشحات كوم. الراجل ده انا اول ما شفته نازل وبيغير قلت ربنا يستر، حسين الشحات ينزل. هوب حسين الشحات اللي ما كانش موجود من بدايه الموسم ولا ظاهر ولا اي حاجه ولا بيلعب، هو يبقى فوز بسبب فوز او التعادل بتاع النادي الاهلي. وفعلا ما يكدبش خبر، ينزل يقلب الماتش. يا نهار ابيض يا جدعان، السيناريوهات بتاعت نادي الزمالك دي مفيش كده. ده نادي لو مبني بفلوس حرام مش هيبقى بالوضع ده، يعني النظام ده تعبنا. جمهور نادي الزمالك ده ليه جالنا اقسم بالله. النهارده النادي الاهلي كان يقدر بعد الجون الثاني يجيب الثالث والرابع لو اللعيبه ركزت في الهجمات المرتده صح وداست صح. كانت تقدر النهارده لعيبه الاهلي كانت بتروح 4-3 و4-2، وفي الاخر كانت بتلاقي ميس باص غريب. رغم ان حسين شحات عمل شغل كويس، بس كان عنده كميه ميس باص في الهجمات المرتده يعني وقله التركيز. بس مبروك للنادي الاهلي اقسم بالله، ويستحق. ورغم المشاكل اللي هم فيها دي كلها، نادي الزمالك بيقول لهم فوقوا. نادي الزمالك بيقول لهم انا اللي هفوقكم، ما يرضينيش يا غريمي تبقى انت في المشاكل دي. من ماتش كان يقدر يخلي النادي الاهلي ضايع طول الموسم والدنيا تضرب خالص، لماتش بيفوق النادي الاهلي وبيخليه كانه بادئ الدوري النهارده. سلام.